اجي اختي، اجي جبت لك الوصفه اللي كتقلبي عليها. اسهل مملحات ممكن توجديهم حتى لاخر لحظه. السلام عليكم العائله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. واللي كيتمنى شي حاجه يا ربي تحققها ليه، واللي مريض يا ربي تشافيه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مملحات سهلين واقتصاديين دغيا توجدوهم حتى لاخر لحظه، وكيجيو غزالين لا في الشكل ولا في المذاق. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش البنات بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم للتشجيع فضلا وليس امرا. ونمشيو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنوجدوا الحشوه هي الاولى. بالنسبه للحشوه كديروا الحشوه اللي بغيتو على حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه لي انا هنايا خديت بصله وفلفله قطعتهم من قطع صغيره، درتهم في مقله مع شويه ديال الزيت وخليتهم حتى تشحروا ليا واحد شويه، وزدت عليهم الدجاج قطعته لقطع صغيره وغنخليه حتى هو حتى يتشحر ليا مزيان. ممكن ديروا الكبسه، ممكن ديروا الطون على حسب الرغبه ديالكم. صافي هنايا غنزيد العطريه. بالنسبه للعطريه غنزيد غير الابزار والملحه وبودره الثوم وواحد شويه ديال الهريسه، ما غنكثرش الهريسه. الا بغيتوهم حارين شويه زيدوا الهريسه على قبل بنتي، داكشي علاش ما كثرتش الهريسه. صافي غنخلطهم مزيان حتى ينسجموا ليا ويتشحروا ليا واحد شويه. صافي هنا الحشوه ديالي وجدات، طفيت عليها البوطه وزدت شويه ديال الربيع وزدت الزيتون اللي مقطع قطع صغيره، وغنخلط المكونات حتى ينسجموا ليا، وغنخلي الحشوه ديالي على جنب. خديت هنايا هاد المول كما كتشوفوا ديال الكاب كيك، غندهنو بالزيت، غندهنو مزيان بالزيت كما كتشوفوا معايا. هنا عندي الورقه كما كتشوفوا معايا. غناخد القطاعه اللي غنقطع بها وضروري نعبرها على هاد المول ديال لي كاب كيك، خاصها تكون كبر منه. صافي دابا غنقطع الورقه ديالي كما كتشوفوا هنايا، كنحط القطاعه وكندور بالموس دغيا كتقطع معايا. هذا هو الشكل كما كتشوفوا. هنا كما كتشوفوا راه ما عنديش غير ورقه واحده، راه دايره جوج ديال الورقات مع بعضياتهم. صافي وغنقطع على هذا الشكل، ممكن ديروا حتى ثلاثه. انا غنكمل بنفس الطريقه حتى نقطع الورقه ديالي كامله، ومن بعد عاد نرجع معكم. خليكم معايا. صافي البنات هنايا قطعت الورقه ديالي كامله ووجدتها، وغنقادها دابا في المول على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. ساهلين البنات، هاد المملحات راه دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش منكم شي وقت ولا مجهود، توجدوهم حتى لاخر لحظه، راه سهل منهم ما كاين. صافي انا غنقاد الورقه ديالي كامله في المول ديالي كامل ورجع معكم. هنا البنات صافي قاديت الورقه ديالي كامله في المول. هذه هي الحشوه راها بارده، غنديرها دابا نقادها وسط الورقه ديالي كما كتشوفوا.
صافي هنا كما كتشوفوا معايا ستفت الحشوه ديالي وسط هذيك الورقه. عندي هنا الفرماج حمر محكوك، حكيته في الحكاكه الرقيقه، نحكوه رقيق البنات. وهنايا كما كتشوفوا غندير الفرماج من فوق من الحشوه. كما كتشوفوا معايا راه خليت واحد شويه في الورقه، ما عمرتهاش كامله، خليت البلاصه ديال الفرماج. كنغطي الحشوه كامله، كندير كميه مهمه ديال الفرماج، ومن بعد ما غنكمل غندخلهم للفران. بالنسبه للفران غنشعل عليهم غير من التحت حتى تحمر ليا هذيك الورقه، ما تشعلوش عليهم البنات من الفوق باش ما يتحرقش لكم هذاك الفرماج. كتشعلوا من التحت راه كتحمر الورقه من التحت ومن الجوانب. المهم غنكمل بنفس الطريقه ومن بعد ارجع معكم. هنا كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال المملحات ديالي من بعد ما كملتهم. غندخلهم الفران، ومن بعد ما خرجتهم الفران هذا هو الشكل النهائي. كيجيو غزالين، كيجيو راقين، كيجيو رائعين لا في الشكل ولا في المذاق. توجديهم حتى لاخر لحظه، ما كيحتاجوش منك شي وقت ولا مجهود اللي هو كتير. ساهلين البنات بزاف وغزالين بنان، ما تشبعوش منهم. نتمنى ينالوا اعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا، رائعين البنات غزالين. واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه باش يوصلكم كل جديد، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.